يعني فتنتقل الصوت والصورة لمراسلتنا زميلتنا بدور في موقع التسريحات. شكرا لك زميلي عبد الله. طبعا مشاهدينا حياكم الله، والحين هذه الفقرة اللي وعدناكم فيها اللي هي تتكلم عن عالم التسريحات والموضة. طبعا هذا العالم عالم جميل يتخلله كل جديد ويختص بعمر معين، وإنما هو يعني يختص بكل الأعمار خاصة للسيدات. فالتسريحات تختلف من وقت لآخر ومن سهل إلى صعب جدا. أحيانا يتطلب أن نروح إلى مركز تجميل، وبعضها ما يحتاج إلا أننا نسويها في البيت مثل تسريحات بسيطة. طبعا حول عالم التسريحات معنا في الاستديو أخصائية التجميل فاطمة المري. حياك الله، يسعد صباحك. بالبداية نتكلم يعني في حاجات يعني قدامنا نشوفها الحين تسريحات. قبل ما نتكلم عن التسريحات والأشكال اللي ممكن تسويها المرأة، لازم نهتم بصحة الشعر، صح؟ أكيد. كيف؟ لازم نهتم بصحة الشعر من اعتنائه ومن تغذيته، تغذية الجسم أولا قبل ما تغذي الشعر. نعم. ونغذي الشعر بحيث أنه يعطينا لمعان صحي، نبعد عنه الاشياء اللي تتلفه مثل الاستشوارات، الاشياء الحاره، الفيرات، هذه تتعب الشعر يعني كذا. ممكن نحطها في كل فتره وفتره للمناسبات، ممكن احنا نحط فيها مثل الفير بحيث انه ما نتعب، نخلي الشعر دائما نورمال طبيعي وصحي. طيب في بعض السيدات يحتاجون الى الاستشوار والفير بنفس الوقت، خاصه لما يكون عندهم مناسبه في مثلا تعرفين ان الحين وقت شتاء، لكن بالصيف بتجي المناسبات وتكثر الاستشوارات والفيرات. كيف نحمي الشعر في هذه الحالة؟ إذا كان مثلا هي مضطرة أنها دائما أو بكثرة باستخدام أنها تستخدم الاستشوارات والفير، تعتني فيه بحيث أنها تطلع عليه مادة أو كريمات أو سبيرهات تحمي الشعر من حرارة الاستشوارات. في أقنعة معينة مثلا أقنعة شعر أو حمامات زيوت معينة تنصحي فيها المشاهدات؟ والله أنا أنصح بالجرجير، الجرجير مرة روعة، تحطه بالخلاط مع زيت زيتون مع بيضة مع ملعقة عسل وزبادي، تخلطوا مويه الجرجير إذا تحطيتيه على الشعر. نعم. سبحان الله تعطيكي مناعة أو طبقة تحمي الشعر من حرارة الاستشوارات ونفس الوقت تعطيها لمعان، مرة روعة. طيب سمعنا في زيت اللوز أو الجوز أو شيء زي كذا، هذا اللوز للبشرة والجوز للبشرة، كلهم للبشرة مش للشعر؟ لا ممكن يحطوا فيه بعض، بس انا اللي اعرفه انه اغلب الزيوت على حسب شوف كل وحده. ما اقول لك انا زيت معين انت فين حطي او شيء معين واسم معين، لا. فممكن انا اقول لك مثلا حطي مثل زيت زوج الهند، تقول انت ما يناسبني، ممكن احط زيت زيتون تقول ما يناسبني، فحسب كل ست. بس اللوز الاقرب اكثر شيء يكون للبشره. تعرفين فاطمه الحين المراه السعوديه المعاصره طبعا تحب الموضه وتحب تغير شكلها وستايل شعرها من فتره لاخرى، من مناسبه لاخرى تظهر بستايلات حلوه وجديده. ايش الموضه الدارجه الحين في الشعر الطويل ولا القصير؟ لا كله مع بعض، كله الاثنين حلو. بس في تسريحات الان طالعه جديده اللي هي 2013، يعني تعرفي التميز بحيث انك تدخلي مكان ما في احد شبهك. حلو. طيب عارفين عن هذه التسريحات؟ التسريحات هذه اللي الان هي معايا، هذا هي التسريحات اليونانيه، هذه هي الان. هذه اليونانيه تسريحات جديده طالعه وما هي بكثره. يعني اغلبيه احنا مبتكرينها، نفس المشغل اللي عندنا ونفس الصالون مبتكرينها، وهي جديده بحيث انك لو طلعت وسويتيها ما في احد شبهك، يعني فعلا تميز بمعنى الكلمه سبيشال. وفعلا نحس ان الموضه القديمه رجعت اللي الستينات وكذا. البوف اللي من قدام هذا اللي يعني ممكن ما تعمل البوف اللي تسوينه او الشنيو هذا، بس انا اعطي فخامه، تفخمي الشيء بما انه يوناني وفخم واوفر. بعمل له انا بوف من قدام، بفخمه شوي، احط من تحت حشوه كمان كبيره، وابدا عاد انا اشتغل. هذه تطلع لك ما كذا حركه وكذا تسريحه، بس انا اليوم جايبه هذه التسريحه. طبعا حناخذ الشعرات ونرتبها، ناخذ كذا. طبعا انا تقريبا جهزت شوي، اخذ شعره بس بقيت هذه الشعره ناخذها زي كذا ونغلفها بالهذه، بحيث انك عشان انا اقدر اتحكم فيه واسوي فيها مثل ما انا احب. هذا ايش نسميه؟ ايش هي الشبكه؟ أيوة. هذه الشبكه، هذه الشبكه نحط نستخدمها في كل التسريحات ولا بس غالبا في التسريحات اليونانيه نستخدم، لابد نستخدمها على اساس انه ممكن انا اتحكم اكثر في نفس الشعر، ما يكون مثلا لا شوفي هعمل زي كذا. بتعلم ترى بنفسك بعدين. نفسي احط كذا. عادة البنات تكون هي جالسة وما تشوف ايش قاعد يصير في شعرها،
فهذه فرصه انهم يشوفون ايش قاعد يصير. خاصه التسريحات الجديده واللي هي البنات اللي يمشوا على الموضه ويحبوا انه يواكبوا هذه السرعات الجديده. في الوان معينه تكون لهذه التسريحه، يعني الالوان الغامقه تكون افضل شكلها عليها؟ لا بالعكس والله، ولا الالوان المصبوغه زي الامريكان الثاني اللي عندي. ايوه هذا على اشقر، هذه بني. اي هذا على اشقر، الحين صابونها هذه. دائما عاده يقولون ان اللون الاسود لما تسوين تسريحه يعني يظلم التسريحه لانه ما تبان. صح، يظلم التسريحه. واللي ما تحب تغير لون شعرها اذا كان اسود؟ فسيد الالوان ترى الاسود دائما يعطي، لكن تسريحاتها محدوده على اساس انها ما تبان. لا ويظلم مثل ما انت ذكرتي، وانه فعلا يظلم التسريحه ما تبان. مثل في هذه لانها كانت ملونه زي كذا كانت وضحت اكثر واكثر. صحيح. يعني الحين بدنا نشرح عليها هذه هذه ايوه هذه تسريحه. انتهينا من هذه التسريحه، هي التسريحه هذه اليونانيه. ممكن تعطينا بس ممكن نلفها شويه على اساس يشوفون المشاهدين. ممكن تجي الكاميرا هنا شوي. كيف ألفها أكثر؟ كذا واضحة؟ ما أدري إذا برضو شوي كذا. شكلها مرة حلو وكلاس بنفس الوقت. أوكي ممكن ممكن نخليها على أساس إنه نكسب الوقت أكثر. فاطمة بالنسبة لهذه التسريحة لها اسم معين وتحمل طابع معين من زي روماني يوناني او شيء زي كذا؟ الثاني هذه لا، هذه ما لها اسم يعني معين. هذه من التسريحات السهله، سيمبل ممكن اي ست بيت ممكن تسويها في البيت. تسوي في البيت. هي عباره عن زي ما انا مثلا سويت تخشين شويه بف خفيف. أيوة. قسمت الشعر نصين، عملت هذا كله، هذا اسمه كيرلي. في فرق بين ويفي والكيرلي. هذا صح. كيرلي عادي. بعد كذا اجي امسك النص الثاني اربطه بمغار بربط. وبعد كذا اجي انكش شيء طبيعي. طبعا انا سبق بس نكشت اللي هناك، هذا انكشه كذا. والله سهله نسويها يعني. سهله جدا ومره روعه. لا اللون حلو يعني فعلا زي ما قلتي ان اللون الاشقر والفاتح يظهر التسريحه، خاصه اذا فيها لفات وفيها يعني حركات في الشعر ممكن تبان اكثر من اللون الغامق. ايوه. يعني لو كانت فعلا زي ما قلتي انه هذه اللون الشعر على التسريحه هذيك بيكون كان ظلمت وما هي باينه، ما كان بانت. والان كمان طيب ايش الالوان الدارجه الحين في للشعر؟ الزيتي يا بدر، مره الزيت الحين الالوان الزيتونيه الزيتيه، رمادي مايل على الزيت، رمادي مايل على النيلي. مره هذه حلوه. بس هي مايله للغامق؟ لا مايل للغامق، يعني مو بتكون مايل للغامق مع كثره شو اسمه السشوار لا الغسيل تخف اللون شوي، يعطيك على الزيتي الثلجي. طيب لو كان في هايلايت عليها بيكون وش اللون الافضل انها تستخدمه؟ الالوان الزيتيه. ايوه. هي بتكون الارضيه تكون فاتحه شوي، فاتحه زي كذا، ونستخدم هذا هو بتكون اللون الزيتي. هذا اللون الزيتي. ايش اللون؟ مايل على الرماد. هذا الزيتي مايل على الرماد. هذا الزيتي. وهذا الاشقر وهذا الثلجي اللي هنا. هذا تقريبا 3 الوان. في بعض بنات يحبون الوان كثيره مش لون واحد، وهو اللي فعلا يخليك كذا توقفين قدامها محتاره وش لون شعرها بالضبط. ما تقدرين تحددينه، زي مثلا يكون احمر بني على رمادي. صح. يعني تحسين انه 3 أو 4. هل هذا الشيء مقصود من الخبيرة التجميل نفسها انها تخلط الوان معينه؟ وهذا طبعا الاساس يتبع نفس العميل، نفس الزبونه، انك تقول لك انا ابغى شيء حلو، شيء مميز، شيء يعني ملفت للانظار. ممكن تحطين 3 الوان، ممكن 4 الوان، بحيث انه يكون تناسق في الالوان. طيب في بنات كثير يعني بشرتهم غامقه وبنفس الوقت يحبون انه يكون يظهروا بالستايلات الفاتحه هذه. لكن تحتاج الى مكياج، يعني ما تقدر تطلع اذا ما فعلا الالوان الفاتحه هذه خاصه الثلجي والرمادي الفاتح يحتاج الى مكياج على اساس انه اذا طلعتي يكون لونه مناسق لبشرتك. فايش ممكن يعني يستخدموا؟ هل تنصحي البنات انهم ممكن يحطوا هذا اللون او تنصحيهم بلون اخر يعطيهم نفس النتيجه ولكن بدون ما يحتاجوا المكياج بشكل دائم؟ لا انا انصح في الالوان هذه حلوه، بس انه بحيث انك انت عامله يعني بتطلعي في الدوامات من النهار الى الليل، فصعب عليك يعني حتى لابد انك حتحطي مكياج، لابد انك حتعمل كذا. ولانه مثل ما قلتي انه بدون الالوان الفاتحه زي كذا بدون مكياج، وخاصه لما يكون فيها هايلايت. يعني الحين شايفين الباروكه هذه اللي قاعده تسوينها مكسره. أيوة. يعني التقصف يعني يعدم الشعر، يتعب الشعر. وش اللي ممكن نستخدمه لتقصف الشعر؟ تقصف الشعر مثل ما انا قلت الجرجير. الزيوت. ايوه والجرجير، هذه كلها تراها مفيده للشعر. طيب ما يحبون يستخدمون هذه الزيوت؟ في ناس ما لهم جلد عليها. الزبادي
تسوي قناع زبادي دائما، تحاول انه كل اسبوع 3 مرات 4 ما مرات. تعلق ريحته في الشعر؟ لا لا ما تعلق فيها، الزبادي بالذات ما تعلق. ممكن الزيوت الثانيه فيها قويه ريحه شويه تحط. طيب احنا هنا كان ودنا ناخذ اكثر، واكيد راح يكون لنا وقفات اخرى. الموضه مستمره وما راح تنتهي، وراح تظهر اشكال جديده والوان جديده برضو يستخدمونها البنات. وممكن انه في زي ما التسريحه مره حلوه صارت بدي بتسوي لي خفيفه ونفس الوقت الواحد يعني يقدر يسويها، لان حبيت انا اطلعها. ليش؟ لانه بس بتاكد من معلومه اللي هي اللاكافيار، اللي هو قناع اللاكافيار. برضو انه يقولوا انه كويس مره للشعر. عموما استاذه فاطمه، مره شكرا على تواجدك معنا وعلى هذه التسريحات الحلوه واللمسات الجميله اللي تضيفيها دائما للمراه السعوديه المعاصره. وفي ان شاء الله تسريحات ثانيه وان شاء الله راح نطلعها باذن الله. اكيد طبعا الموضه مستمره، وهذا وعد للمشاهدين والمشاهدات بانك راح تظهري ان شاء الله باذن الله، وحتشوفي كمان اكثر بحيث انه يكون. لو نلفها بس شوي. نروح لعبد الله. عبد الله وش رايك؟ عالم ثاني التسريحات ما شاء الله عليكم. وطبعا من التسريحات